اوقات كده تبقى قاعد في حالك لا حول لك ولا قوه، وتلاقي واحد معدي كده ويروح يقول لك يا عم انت قاعد زي ما انت، قوم بسرعه اطلع بره الكومفورت زون. فتروح تيجي تساله هو انت عارف يعني ايه الكومفورت زون؟ وبعدين انت مالك ومالي، انا قاعد في حالي. يروح يقول لك ايوه طبعا الكومفورت زون ده اللي هو انت كده زي ما انت ما بتتحركش، هو ده تعريف الكومفورت زون. خلينا نتفق او نختلف على تعريف الكومفورت زون. هو بالنسبه لكل واحد فينا هي ستيت مختلف. اولا الكومفورت زون هل هو شغلك؟ هل هي حياتك؟ هل هي عيلتك؟ ايه الحاجه اللي انت لازم تاخد فيها immediate action فعلا علشان تقول انت في الكومفورت زون او بره الكومفورت زون؟ تعالوا كده قبل ما نبتدي نتكلم على الكومفورت زون نعرف ايه هو تعريف الكومفورت زون بالظبط according to الاوكسفورد definition. كومفورت زون ليها 2 تعريف: a situation where one feels safe or at ease. تاني حاجه بيقول لك a settled method of working that require little effort and yields only barely acceptable result. وده معناها حاجه من 2: يا اما situation انت قاعد فيه ومرتاح جدا، يعني انت قاعد في مكانك في شغلك وسط ناسك وسط عيلتك ومرتاح في اللي انت فيه ده، او حاجه تانية ان انت بتعمل effort ايا كان هو صغير او كبير والريزلت بتاعتك اتس acceptable بالنسبه لك. طب خلينا دلوقتي نتكلم لو انا دلوقتي واحد جاي متقدر عايش في حياته متقدر، ويجي واحد معدي يقول له يا عم انت لازم تطلع بره الكومفورت زون، يروح يقول لك لا انا عايش كده مرتاح. معلش هو انت فين الراحه اللي انت مرتاحها؟ ده انت حالك يصعب على الكافر. فهل دي احنا نقدر نسميها الكومفورت زون؟ لا طبعا. معنى الكومفورت زون مش معنى ان انت قاعد او عارف حاجه فده بالنسبه لك كومفورت زون، لا انت لازم تبقى واصل لستيت انت مرتاح فيها، انت حاسس ان انت مأمن فيها، في علاقه انت حاسس ان انت دي امان بالنسبه لك. لكن ما ينفعش تبقى انت مع حد ليل ونهار عمال تتخانق وفي الاخر تقول اصل دي كومفورت زون بالنسبه لي. لا هي مش كومفورت زون. معنى كومفورت يعني الراحه. لو حاجه انت مرتاح فيها تمام تقدر تقول عليها كومفورت زون، لكن حاجه لو توتالي انت مش مرتاح فيها ما ينفعش تقول انا هكمل فيها عشان دي كومفورت زون، لان دي نيفر ان احنا نقول عليها كومفورت زون. اوكي طب امتى اختار ان انا لازم اطلع بره الكومفورت زون بتاعتي؟ اولا الكومفورت زون انت لازم تكون وصلت للليفل فعلا اللي انت حاسس ان انت مهما تدو الوت انت تقدر توصل لنفس النتيجه اللي انت فيها، مفيش حاجه تانية هتقدر توصل لها، انت خلاص وصلت للماكسيمم بتاعك واكتر من كده مهما تعمل لا هو ده اخر اللي انت فيه. او ان انت مع ناس وبتدي والريليشن بتاعتك دي فيها افورت كتير بس انت مش قادر توصل لحاجه اكتر من كده وخلاص دي الراحه بتاعتك. طب هل معنى كل علاقه انت فيها وصلت للكمال بتاعها، يعني لو احنا هنفترض مع ان الكمال لله وحده نقدر نقول ان هي دي بالنسبه لنا دي خلاص انا لازم اطلع براها؟ لا طبعا. في حاجات احنا بنختار ان احنا نطلع براها وفي حاجات ان احنا بنقول لا الاحسن ان انا افضل في نفس الكومفورت زون دي بتاعتي. اولا راحتك وسط الناس اللي انت بتحبهم طول ما هو مش شغل، لا ده كومفورت زون انت لازم تقرب من الناس دي طول ما هي بتخليك تطلع ستيب لقدام حتى على مستوى الشخصي بتاعك، فانت لازم تفضل وسط الناس دي. بس في حاجه انت مهما تكون بتحب الناس اللي فيها لازم تتحرك فيها، هو الشغل بتاعك. انت ممكن تكون اشتغلت لسنين كتيره وحاسس ان انت خلاص في الكومفورت زون ومهما اتحرك ده بالنسبه لي هيبقى ريسك فانا افضل وسط الناس دي، لا مش معنى ان انت بتحب الناس دي فانت خلاص تفضل لهذا الليفل، لان الليفل بتاعك في الشغل انت ممكن تكبر فيه من وقت لوقت من سنه للتانيه، عمرك ما هتاخد اكسبيرينس جديده غير لو انت فعلا طلعت بره الكومفورت زون. طب لو انت اخترت تفضل جوه الكومفورت زون انا اضمن لك ان وانت في الكومفورت زون هتفضل مرتاح، لان فعلا الكومفورت زون بتخليك مرتاح مش حاسس ان انت عايز تتغير. لكن اللي اكيد برضو اضمنه لك ان انت بكره هتندم، لان الكومفورت زون اللي انت فيها النهارده انت مش بتاخد فيها اي اكسبيرينس جديده، وبكره هتندم يوم ما تلاقي ناس كتيره غيرك بدات ان هي تكبر في حاجات كتيره في حياتها لكن انت لسه واقف نفس النقطه بالظبط. فدي الحاجه اللي احنا لازم نتفق عليها، ان احنا نبقى عارفين احنا فين، احنا واقفين فين. هل انا اصلا النقط اللي انا فيها دي اقدر اقول عليها كومفورت زون، ولا الحته اللي انا فيها دي اصلا مش كومفورت خالص وانا لازم اغيرها؟ ممكن على فكره تبقى مكان راحتك هو مكان البيت اللي انت قاعد فيه، بس مكان البيت اللي انت قاعد فيه ده مش بيخليك تطلع لقدام. الناس اللي انت متعرف عليهم في الشارع في المكان اللي انت فيه مش بيخليك تطلع قدام. على فكره انت مش لازم تبقى في الكومفورت زون بس بتكبر على الليفل الشغل بتاعك، لا انت لازم تبقى بتكبر على ليفل ان انت بني ادم. هل انت بيتقاد لك فاليوز جديده كل يوم؟ هل انت بتعرف حاجات معلومات جديده؟ هل انت تقدر تاخد الريسك ان انت تبتدي تشتغل او تعمل حاجه جديده في نفس الحته اللي انت فيها؟ لا، في اوقات كتيره بنبقى مضطرين ان احنا لازم نغير حتى مكان سكننا علشان تقدر تطلع ستيب جديده لقدام. اتمنى ان انت تفضل تراجع نفسك كل يوم وكل يوم تعرف هل انت فعلا في الكومفورت زون ولا انت بره الكومفورت زون. لو عجبك المحتوى بتاع الفيديو وعايز تتابع كل حاجه جديده احنا هننزلها محتاج تعمل 3 حاجات. رقم 1 ان انت تعمل سبسكرايب للشانل، تعمل لايك للفيديو وتفعل زر الجرس. باي باي.